العطاس ذكرت هذا الحديث أنه منع عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من عطس فجعل يده على منخره أو على قصبة أنفه وقال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. خرج من منخره من يعني أنفه طائر أكبر من الذباب من البعوض وأصغر من العصفور. يذهب إلى العرش ويستغفر له إلى يوم القيامة. هدية إلهية لمن عطس وقال هذا الذكر، هذا بركة التحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثا جدا معتمد من حيث السند، وإن كان أحاديث الكافي أحاديث كلها معتبرة، إلا قضية إذا كان تعارض في البين في الوقت مسألة، إذا كان تعارض في كثير من الموارد دي بل يحسب التعارض. ذكرت في موارد متعددة في بحثنا في قمنا في كتاب أنه إذا تأملت ترى لا تعارض بين مقصود يستدل ندخل في هذا الموضوع.